أنا أقول الله يساعد أبنائنا شلون يختارون في هذا الوقت. نعم عندنا بنات ملتزمات لكن ما يطلعون، من يشوفهم؟ من يشوف هذا؟ يكون يبحث بعمق. اكو بنات بعد ما يطلعن؟ نعم. نعم. أنت تقول أكو بنات ما يطلعن، ما شايفين. هذا الشارع مليان صدق يعني. والله اكو بنات يعني منها يقول له صدق هاي بنتكم هيك كبرتها، صدق عندكم بنيه؟ ليش اكو كثير. لكن للاسف هاي المواقع يعني ضللت الراي العام. عم عندنا بيوت، هاي المواقع اخذتنا نعم عندنا بيوت مستوره وملتزمه، اي لكن مو تعرض نفسها يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد شنو المرأة تكون ملتزمه طبعا دينيا جي. اكيد، يعني التزام بحدود الالتزام يعني مو بالتعصب. نعم اي اكيد. صح. يعني الجمال اكيد مطلوب، يعني جمال الروح وجمال الوجه. يعني اكو من يختار فقط جمال الوجه وما تكون سليطة لسان، او يعني هذا الموضوع مهم جدا. هذه المرأة ما تكون سليطة لسان. إذا كانت سليطة لسان راح تكون عبء على الرجل، ممكن هو يحبها يتحملها. تحمل مشاكل. اكو رجال عاشوا ويا نساء سليطات لسان طول الحياة، لكن هذا تسوي له مشاكل ويا أهله. تشوف ان الرجل ايش قاعد يتحمل والمرأة أيضا تتحمل. هسه أنا خليني شوية يعني هذه الخيارات الخاطئة صح. تحمل الرجل عبء طول عمره. زين. سلطة لسان تصير على أهله، على أبنائه، عليه، زين، على جيران. يعني ما بعد ما يقدر يسيطر، يعني راح ممكن يتحمل لأجل أبنائه، أو ممكن إنه ينفصلون في وقت يعني مبكر. صح. فهذا الموضوع مهم جدا. يعني المرأة يكون عندها، يعني المرأة رحمانية، يعني عندها رحمة وعندها إنسانية. عندها إنسانية، المرأة عندها إنسانية تحنو على الصغير والكبير. الإنسانية هي يعني شو تريد؟ وكون مرأة هم إذا لا تقول ها وتطبخ وأحسن طبخة تتعلم. كنا نحن لا نعرف نطبخ ولا نعرف